بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم فيديو جديد سهل وبسيط مع ام بودي. النهارده ان شاء الله زي ما احنا شايفين كده هنعمل السابليه الجميل ده بمقادير بسيطة جدا وطريقة بسيطة وسهلة جدا جدا ان شاء الله. هتعمليه كل يوم ان شاء الله من سهولته ومقاديره البسيطة السهلة باذن الله. والمقادير دي انا واخداها من الشيف احمد القاضي، الله يكرمه ويبارك له ويحسن ما بين ايده ويجعله في ميزان حسناته، لانها مقادير جميله جدا وسهله جدا وبسيطه جدا وبطريقه. انا كان معايا اللهم صل على سيدنا محمد 300 جرام زبده 300 جرام دقيق و200 جرام زبده. كان معايا 300 جرام دقيق و200 جرام زبده و100 جرام سكر. بنحط كله على بعضه، وطبعا فانيليا. اللهم صل على سيدنا محمد. او عايزه تعملي بطعم القهوه ممكن تحطي نسكافيه او قهوه سريعه الذوبان، كله على بعضه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هتقولي من غير بيض؟ طبعا الطريقه دي احسن طريقه واحسن مقادير، بسم الله ما شاء الله هينجح معاكي 100% باذن الله من غير مقاطعه ان شاء الله. هتقولي اضرب الزبده الاول مع السكر؟ هخليهم، لا مش هينفع معاكي، هيبقى ناعم جدا جدا، مش هتعرفي تشيليه من صاج، مش هتعرفي تشكليه، وهيبقى طعمه مدي على غريبه جامد قوي. فالطريقه دي تحطي كله على بعض اكنك بتعجني اي حته عجينه، بس بتعجنيها بالزبده وبالسكر وبالدقيق. وطبعا اكبر دي الطريقه دي زي ما سماها الشيف احمد الله يكرمه ويبارك فيه 3-2-1. طريقه 3-2-1 يعني ايه 3؟ يعني احنا حطينا 3 كوبايات دقيق، حطينا كوبايتين زبده، حطينا اللهم صل على سيدنا محمد كوبايه سكر. ده مثلا، بس انا هنا عامله بالميزان. ده عايزه 300 جرام دقيق. 300 جرام دقيق دولك بما يعادل اللهم صل على سيدنا محمد كوبايتين دقيق. 300 جرام بما يعادل كوبايتين دقيق، و200 جرام زبده بما يعادل كوبايه زبده. اللهم صل على سيدنا محمد. و100 جرام سكر زي ما انتوا شفتوها كده، كان كوبايه الا ربع سكر، كوبايه الا ربع سكر، عشان الكوبايه بتاخد 150 جرام سكر زيها زي الدقيق، والكوبايه بتاخد 150 جرام دقيق. الكوبايه اللي انتوا شفتوها الكبيره دي الشوب بتاع الميه او بتاع العصير. يا ريت يا ريت يا ريت يكون في ميزان، او نوزن مقاديرنا عند اللهم صل على سيدنا محمد الماركت اللي احنا بنجيب منه الحاجه، الخامات. او شوفي انت بتجيبي حاجتك منين، خليه يوزنلك الخامات اللي انت عايزاها بالظبط وهتحاسبي عليها ان شاء الله. دلوقتي كل البيان الله يبارك لهم الا من رحم ربي. يعني تقولي له على حاجه اوزن لي كذا يوزن لك، اعملي كذا، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بس تروحي له في وقت يكون فايق فيه. واحنا دلوقتي بعد ما لمينا العجينه كده، العجينه هتفرول معاكي شويه. هتقولي لا دي محتاجه ميه، ولا لا، اوعي تحطي اي سائل، السائل هينشف العجينه معاكي وهتقلب معاكي القرص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ادعكي فيها شويه العجينه لحد ما تطرى وتبقى عجينه سهله كده. لقيتيها بتشقق لسه معاكي جامد او مفروله لسه، تبقى محتاجه معلقه صغيره زبده، معلقه صغيره من الزبده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تكتريش الزبده، اذا كترتي الزبده هتحطي حبه دقيق كمان ولا حاجه، زي لقيتيها سايحه في ايدك لا قدر الله يعني. بس تاخدي المقادير دي مظبوطه جدا جدا. 300 زبده 300 دقيق 200 زبده، 300 دقيق 200 زبده 100 سكر، 300 دقيق 200 زبده 100 سكر. وبنسيبها تستريح حوالي 10 دقايق كده وبنفردها. آه لا مؤاخذه. اللهم صل على سيدنا محمد. آه هتقولي افرع عندك ورق زبده عايزه تفردي عليه؟ ما انصحكيش بورق الزبده. ورق الزبده بيشرب الماده الدهنيه، ورق الزبده بيشرب الماده الدهنيه. احنا مش حاطين مكلفين الحاجه علشان الورق يشربها ونرميه، لا، عايزه تفرديها ما بين كيسين كده يكون افضل واحسن. هتفرديها، عايزه تفرديها على الدقيق. انا طبعا زي ما انتوا شفتوا كده كانت لزقت في الكيس معايا. اللهم صل على سيدنا محمد. فرشيت رشه خفيفه جدا جدا من الدقيق، ما ترشيش دقيق كتير. هتشوفي
البعض البعض هتشوفي البعض بيرش دقيق كتير قوي. طب ما انت هترشي دقيق كتير، احنا كده زودنا المقادير، كده البسكوته معايا نشفت، ما بقتش فيها النعومه الكريسبي اللي احنا بنحبها او اللي احنا بنشوفها في المحلات دي. بس والله دوت طعمه احلى من المحلات بكتير. ربنا يبارك لكل من كان في رزقه. يعني انا ممكن تاخدي مني نفس المقادير وما تلاقيش نفس الطعم اللي انا عاملاه، ممكن اختي تعمله بنفس المقادير ويطلع الطعم احلى من اللي انا عاملاه. هي الحكايه كلها نفس وكلها روح. زي ما قلنا نعمل حاجه بحب، نعملها بارتياح نفسي، هتطلع جميله معاكم جدا ان شاء الله. وزي ما قلت المقادير دي جميله جدا وسهله جدا والطريقه بسيطه جدا، بسم الله ما شاء الله. واذا تابعتوني هتشوفوا مقادير تانية وطرق تانية، وانتوا اللي تحكموا بقى. اللهم صل على سيدنا محمد، انهي طريقه احسن وتعتمدوها. انا الطريقه دي معتمداها بقالي سنين من ساعه ما سمعتها من الشيف، الله يكرمه ويبارك له ويديله الصحه يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا زي ما انت قلت كده فردت على رشه دقيق بسيطه جدا ما بين طراطيف صوابعك. انا هنا كنت قسمت العجينه على قطعتين. هنا مش عايزه ترشي دقيق خالص يا ستي، ماشي؟ مش عايزه ترشي، ما ترشيش دقيق، تقطعي وتشكلي زي ما انت شايفه كده، وتشيلي الزوائد اللي في الجناب اللي انتوا هتشوفوها دي. طب احنا بنقطع بنتبقى ما بين كل واحده حته كده، ما تنفعش تقطع. لا، احنا بعد ما نقطعه ونشكله هنشيل القطعه دي من حواليه، هنسيب بس القطعه اللي احنا شكلناها، ونحطها على صينيه ونحطها في التلاجة حوالي 10 دقايق ربع ساعه بالكتير قوي. هتكون جمدت معاكي، هتشيليها هتتشال معاكي بكل سهوله. لا شكلها هيتعوج شويه ولا هيحصل لها حاجه، لا هتبقى زي ما انتي مقطعاها ونفس الحجم، لا هيحصل فيه اعوجاج ولا تشققات ولا تلزق معاكي ولا اي حاجه. انا اسفه على كتر كلامي، بس انا عايزه اوصل لكم المعلومه عشان مفيش حاجه تبوظ من حد من بناتي حبايبي اللي لسه بيتعلموا او سنه اولى مطبخ ان شاء الله. فما تزهقوش مني. واتمنى ان اكون بقدر اوصل المعلومه. واي استفسار انا تحت امركم، اي سؤال انا تحت امركم ان شاء الله يعني. وربنا يحسن ما بين ايديكم وايدينا جميعا. يعني انا كده قطعتها اهوت، ممكن بقى اشيل الزوائد اللي حواليها دي وادخلها التلاجة 10 دقايق او ربع ساعه قبل ما اعمل القطعه التانية. هتكون جمدت معايا، هاجي اشيلها احطها في الصاج. الصاج ما يكونش مدهون، هي فيها الزبده بتاعتها الكفايه، احنا مش حاطين لها اي سائل. وزي ما قلت اوعي تضربي السكر مع السمنه الاول، هتنعم معاكي جدا، هتديكي طعم قريبه. مش هتعرفي تشيليها من الصاج، مش هتعرفي تشكليها. انا جربت كده قبل ما اعمل القناه، قلت اما اضرب ايه السكر مع السمنه، ادوبه شويه كده عشان يبقى سهل معايا ايه العجن. فطلعت قلبت معايا الغريبه، وكانت ناعمه جدا، وما كانش طعمها فيه كريسبي خالص كده. بسم الله ما شاء الله. لا، فقلت لا، انا اعمل زي ما هو عمل، وخدوا الحكمه من افواه الحكماء. يلا، ما خاب من استخاره يعني او استشاره. بسم الله ما شاء الله. وهنا بقى حبيت تشكلي بقى، عندك غطا برطمان، عندك فنجال، عندك كوبايه صغيره بتاعت قهوه، عندك اي علبه كده بتستخدميها وليها شكل جميل في غطاء. في علب بيبقى على شكل ورده، على شكل قلب، ممكن تستخدميها ان شاء الله وتشكلي بيها. ما عندكيش حاجه خالص يا حبيبتي، وان شاء الله يكون عندك الخير كله. ممكن يتعمل بالسكينة، يتقطع شرائح أو مربعات ونشكله اللهم صل على سيدنا محمد. بالشوكة، نعمل فيه خطوط كده بالشوكة، أو أشكال مثلثات. إن شاء الله نعمل كل ده مع بعض إذا تابعتوني، وإذا حطيتوا اللايك عشان الفيديو ينتشر للجميع إن شاء الله إن شاء الله. فضلا وليس أمرا يعني. واللي مشتركتش يا ريت تشترك وتشرفني باشتراكها اذا سمحتوا. انا هنا بقى كل حته طبعا بنلم العجينه تاني وبتتفرد معانا تاني بكل سهوله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وزي ما قلت ما نفردش ما نكترش دقيق الفرد، حبه اهو. شوف بين طراطيف صوابعنا، والله ما يجي، اللهم صل على سيدنا محمد، ما يجيش ربع معلقه شاي. يعني هي طراطيف صوابع اللي انتوا شايفينها متقاصه دي هم دولك اللي شلت ما بينهم الدقيق ورشتهم. وفي طبعا هتقولي تحطي دقيق كتير ولا حاجه. اللهم صل على سيدنا محمد، ما ينفعش، العجينه هتنشف معاكي
لاني حطيت لها ماده جافه اكتر من الدهون اللي احنا حطيناها، هتبقى ناشفه معاكي، مش هتديكي النعومه الكريسبي اللي انت بتحبيها او اللي بتشوفيها بره. ان شاء الله ان شاء الله هيكون احلى من بتاع بره برضو ان شاء الله باذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وطبعا ما عندكيش حاجه تعملي بيها الثقب اللي في النص دوت، ممكن لو لبست قلم بس تكون نضيفه. اللهم صل على سيدنا محمد. انا كنت عاملاها بالقمع بتاع الكيس الحلواني، القمع السليستين ده، كنت عملت الثقب بيه. ممكن بلبسة قلم باي حاجة تانية اصغر من الدايرة اللي انت عاملاها. وطبعا عملتي 6 مفتوحين، تعملي زيهم 6 مقفولين، علشان طبعا الاتنين دولك في التشكيل هيتحطوا مع بعض. ودي اسهل طريقة واحسن طريقة بسم الله ما شاء الله، واحسن طعم هتلاقيه باذن الله عن تجربة. لو في حاجة وحشة ما كنتش عملته، ما كنتش طلعت بيه باذن الله. وشايفين القاع بسم الله ما شاء الله، لونه كله واحد، مفيش حته بيضه، مفيش حته مفحره، مفيش حته غويطه. ده اكبر دليل على ان مقاديرك ناجحه ومظبوطه جدا بسم الله ما شاء الله. طبعا هنيجي نشكله دلوقتي. هنشكل بالمربى، اي مربى عندك، مربى فراوله، مربى مشمش، بس احلى حاجه في التزيين مربى المشمش والفراوله، بس المشمش تفوق الفراوله بسم الله ما شاء الله. ونلزق الاتنين مع بعض، ونخلي الحروف كلها على قد بعض كده، ونلزقهم بسم الله ما شاء الله. طبعا هيبقى معانا شوكولاته، هنا كنت عامله البيدي فور طبعا انتوا شايفينه جنبه ده. ان شاء الله هنزل لكم الفيديو بتاعه برده بالكوبايه باذن الله. احنا هنا قلنا المقادير دي بالكوبايه. عايزه تعملي مقادير اكتر، هتقولي عايزه اعمل نص كيلو دقيق مثلا، لا هتزودي عليهم الجرام عشان يبقوا 600 دقيق. اللهم صل على سيدنا محمد. و200 سكر، اللهم صل على سيدنا محمد. و300 600 دقيق و400 زبدة. ده لو عايزة يعني 600 دقيق 400 زبدة 200 سكر. 600 دقيق 400 زبدة 200 سكر. دولك لو عايزة تزودي الكمية، لو عايزة تزودي الكمية. عايزة تعملي بالكوباية يبقى 3 كوبايات دقيق، اللهم صل على سيدنا محمد، كوبايتين زبدة، كوباية الا ربع سكر، كوباية الا ربع سكر. اذا كترنا السكر في البسكوتات بيخلي البسكوتة تفرش. انا هنا كان معايا شوكولاتة اهي سيحتها، بس انا بسيحها باضافات جميلة جدا بتديكي طعم جميل جدا وكمية حلوة تكفي يعني. ديت كنت عاملة منها البيدي فور، واللي اتبقى منها زودتها مكعب كمان بس، وعملت منها السابليه، تديكي طعم جميل جدا واضافات جدا. والعجينه ديت بتاعت السابليه ممكن تضيفي لها اي اطعمه تانية خالص، ممكن تضيفي قرفه، ممكن تضيفي كاكاو، ممكن تضيفي اي حاجه، اي طعم تحبيه ممكن تضيفيه في العجين، هيطلع احلى حاجه من ايدك طبعا ان شاء الله. وهو ينفع مع كوبايه شاي بلبن، مع كوبايه شاي، مع كوبايه عصير، مع كوبايه قهوه الصبح كده او بالليل. الصيف طالع اهوت ومحتاج الحاجات دي كتير. الله اكبر، الله اعظم، يا سورة يا رب. المغرب كان بيدن. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هنا كده دي كانت وقعت مني فشلتها اهوت برضو، مفيش مشكله خالص، نشيلها بالمعلقه ونقلبها كده، هتبقى سهله وبسيطه وحلوه معانا، والتشكيل سهل والطعم اروع واروع. وطبعا الحاجات دي تنفع معانا طبعا، ممكن لو تشتغلي تاخديها معاكي الشغل. طبعا كلنا بنشرب في الشغل قهوه ونشرب شاي، بيبقى عايزين حاجه كده نبلع بيها. معاكي بقى البديفوره، معاكي البسكوته، معاكي السابليه اللي انت عاملاه بايدك. وطبعا بنفرش كيس كده او ورقه زبده بقى هنا علشان خاطر الشوكولاته اللي تقع عليها ما تلزقش او تبهدلك الصينيه اللي بتحطي عليها. وهنا بقى معاكي شوكولاته فورماسيه او جوز هند او مكسرات، اي حاجه بقى الاطعمه اللي بتحبيها ومتوفره تحت ايدك اعمليها. عايزه تعمليه بمربى بس، تحشيه مربى بس وعليه سكر بودره بس، ده جميل خالص برضو، هيبقى حلو من ايدك بسم الله ما شاء الله. التزيين دوت على حسب المتاح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، على حسب المتاح والمتوفر ليكي. طبعا احنا بندهنه كله بالمربى، نحشيه مربى كده، وبعد كده نزين بالشوكولاته براحتنا. ولما تنشف نحاول نعبيه بقى في علبه، بس العلبه نلبسها كيس ونحط جوه الكيس، ونحط جوه نرش رشه قبل ما نحط الكيس كده، نرش رشه فانيليا. تيجي تفتحي العلبه تديكي ريحه جميله جدا جدا وانت بتفتحيها، قبل ما تفتحي على البسكوته او الكحكايه اللي انت هتعمليها ان شاء الله.
وهنا التشكيل بقى ده على حسب ذوقكم وراحتكم انتوا. وينفع برضو مع الولاد وهم رايحين المدرسه الصبح، او يفطروا فطار سريع كده مع كوبايه اللبن مع كوبايه الشاي بسرعه، او هم بيذاكروا. حبايبي ربنا يوفقهم ويصلح حالهم وينجحهم جميعا يا رب. ودعواتكم ليهم ولينا، ادعوا لي معاكم بالمره ان عيالي ربنا يوفقهم ويصلح حالهم. وشايفين نعمه وجميله ازاي. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، واستودعكم الله التي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.